هل في ناس سيئين؟ بصراحة آه. طيب هل في ناس مؤذيين؟ بصراحة يعني برضه. طب هل في ناس أشرار بيعيشوا بينا؟ بالنسبة للنقطة دي بالذات يعني بصراحة طب هل في ناس كذابين؟ حقيقي يعني حقيقي؟ برضه. طيب هل في ناس نصابين وناس مستغلين؟ أكيد. طب لما هو في ناس سيئين وفي ناس مؤذيين وأشرار وكذابين ونصابين ومستغلين، إيه بقى؟ إيه الكلام عن التفاؤل والخير والطيبة والأخلاق؟ إيه بقى الكلام الإيجابي اللي ملوش علاقة بالواقع ده؟ وإيه الأفكار المثالية بزيادة اللي بتكلمونا عنها وكأنكم مش عايشين معانا وكأنكم كاملين ما بتغلطوش؟ تمام. ردي عليك من 3 نقط. النقطة الأولى: صحيح في كل صنوف الشر والأذى والكذب كمان، كل دول موجودين بين البشر وبيتعبونا وبيصدمونا وبيشككونا كمان في بذرة الخير اللي جوانا. بس كمان في ناس طيبين وفي ناس قلوبهم مليانة خير وبتتمنى الخير وبتنوي خير وبتعمل الخير بدون أي مقابل برضه. الناس دي بتتمنى تتقابل مع ناس طيبة وقلوبهم صافية، ولما كل واحد هيعمل الخير الطيبين هيزيدوا والمخلصين هيلاقوا بعض، هيلاقوا الصحبة الطيبة وهيطمنوا بعض وهيسيبوا أثر طيب في حياة غيرهم. الطيبة ساعتها مش هتبقى عملة نادرة، والثقة والطمأنينة هتزيد وسط الناس كلهم بسبب قلوب الطيبين. كن واحد منهم واعرف إنه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. النقطة التانية: إن كل الناس السيئة اللي ممكن تقابلهم في حياتك دول جزء مهم جدا من تجربتك الإنسانية، أو بمعنى أدق اختبار حقيقي لصدقك وإخلاص نيتك مع الله. يا ترى هتستسهل لما تلاقي ناس كدابين ومستغلين وتعمل زيهم؟ يا ترى هتتأثر بالأشرار وتاخد طاقة الأذى والشر منهم وتقول اشمعنى أنا؟ يا ترى هتغريك الأطماع والفتن اللي هتقابلها في حياتك وتقول يلا نفسي؟ ولا هتعيش على مراد الله وهتمسك نفسك وتتصرف بضمير وتتصرف بأخلاق وتخاف من ربنا في كل قول أو عمل؟ يا ترى هتنهار مقاومتك أمام الضغوط والإغراءات والنماذج السيئة، ولا هتتمسك بطاعة ربنا وبأخلاقك وهتتعامل بما يرضي رب العالمين؟ حتى لو كل الدنيا من حواليك ناس سيئين وبقيت لوحدك، انت برضو محاسب على اختيارك وعلى ثبات قيمك وعلى إيمانك الحقيقي. كل ده هيبان قدام كل المواقف الصعبة وكل الإغراءات واستفزازات البشر اللي هتتعرض ليها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. كمان النقطة الثالثة: إن في رب عادل ورحيم ومطلع وشايف كل البشر، وزي ما كلنا اختبار لبعض كلنا عندنا اختيار، وكل واحد هيتحاسب في النهاية لوحده أمام رب العالمين. ويا إما هيبقى من السعداء المقربين اللي بيثبتوا وبيمشوا بنور الله، أو هيبقى من التعساء الأشقياء المحرومين اللي بيعيش أسير لنفسه والهوى والأهواء الناس اللي بتفتنه وتضله. اليقين بالله والاستبشار بكرمه مش وهم، والطيبة والمعاملة الودودة والرحمة مش سذاجة ولا ضعف، والتقوى والخوف من ربنا مش خسارة. بالعكس، اليقين بالله قوة، والتفاؤل بكرمه حقيقة تقدر تعيش بيها، وحسن الظن بيه هيخليك ودود وهيخليك رحيم وواثق إن ثوابك عند رب العالمين، مش منتظر مكافأة من حد. وتقوى الله هي حصنك قدام كل إغراء يشدك ويحاول يوقعك. والإيمان بالله وحسن الظن بيه هو الأمان، هو الأمان وسط كل أمواج الخوف وكل أمواج اليأس والإحباط من حواليك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اثبت.